العوافي عليكم يا حبايبي. أنا النهاردة هحكي لكم حكاية مثل. المثل بيقول إيه؟ خلصت حاجتي من عند جارتي. حكاية المثل يا حبايبي، كان فوزية سكن جنبها في البيت اللي جنبها زينب جارتها، وكانت زينب دي شطرة الشطار، وكان اللي يمر من الشارع جنب بيت زينب يشم ريحة طبخها الحلو. وجوز فوزية الصاحب على جوز زينب، وجوز زينب عزم جوز فوزية عنده على الغدا، وراح كل ورجع لفوزية وقال لها أكلها جميل جدا، ما دقتش في طعامته، وشطرة وبتربي بط وبتربي فراخ وبترقد البط، حتى من شطارتها بتحط بيض الفراخ جنب بيض البط، والبطة بترقد عليه وتطلع كتاكيت. ومين اللي غارت؟ فوزية، وقالت لا ده جوزي عمال يشكر فيها. المهم راحت فوزية قالت أنا هصاحبها واتعلم منها كل حاجة بتعملها. وفعلا فوزية اتصاحبت على زينب، وكل يوم تروح عندها وتتعلم منها وتشوفها بتطبخ ازاي، وتيجي البيت عندها تنفذ اللي هي شافته. وكمان اتعلمت منها تربية الفراخ والبط، وازاي ترقدهم، وازاي تعمل غية حمام، لغاية لما بقت فوزية شاطرة زي زينب. وبعدين فوزية راحت قطع رجلها من عند زينب، يعني ما بقتش تروح لها. والناس يستغربوا، هو انتم متخاصمين؟ ايه اللي خلى فوزية ما بقتش تجيلك؟ دي كانت كل يوم عندك. فسألوا زينب، قالت لهم، ضحكت كده وبصت لهم وقالت لهم خلصت حاجتي من عند جارتي. وتمر الأيام والسنين، والمثل ده بقى في بق الناس. أما يكون حد بيصاحب حد عشان مصلحته، ومصلحته تقضى ويقطع معاه ويسأله فلان يعني ما بقاش يجيلك ولا يصاحبك زي الأول، يقول خلصت حاجتي من عند جارتي. وأتمنى أن انتوا تشرفونا في قناتنا التانية حكاوي خالتي تونة، والقناة بتاعة الطبخ مي اسماعيل شانل. هسيب لكم الرابط أسفل الفيديو القناتين. وتمسوا بالخير يا حبايبي.